انا ملاحظ الفتره الاخيره ديت ان في امهات بيجوا على الشهر الثامن كده يقولوا انا بدات اتابع مع دكتوره رضاعه. يعني كويس. ده شيء صحي جدا ومميز. موضوع دكتوره الرضاعه، انا ملاحظ الفتره الاخيره ديت ان في امهات بيجوا على الشهر الثامن كده يقولوا انا بدات اتابع مع دكتوره رضاعه. هل دي حاجه مفيده وكويسه؟ وهل دكتوره الرضاعه دي بتبقى دكتوره انا ما اعرفش بصراحه، يعني هي طبيب بشري ولا هي تخصصها ايه بالظبط، ولا خريجه ايه، ولا معاها ايه؟ ده اللي عاوز اسمعه منك يعني. هي الحقيقه دي حاجه رائعه، يعني كويس. ده شيء صحي جدا ومميز ان الامهات تتحضر للطفل، لان انت عارف بعض الامهات الحالمه غائره، محتاجه تتجهز قبلها، محتاجه الام تعرف هتعمل ايه، وده شيء كويس احنا بنقوم بيه. في كورسات دلوقتي موجوده في مصر الحقيقه في اكتر من جامعه بيدوها للدكاتره. احنا عندنا في مصر هنا دكاتره هم اللي بياخدوا الكورس وبيبداوا يعلموا الامهات. طبيب بشري يعني. طبيب بشري. تمام. بره لا، بره الحقيقه احنا بتبقى نيرسات في الاغلب او بتبقى ميدوايفز، وهم اللي بياخدوا الكورسات دي وبيبقى مسؤوله، وعندي عياده رضاعه طبيعيه بعد عظيم. الولاده مباشره، بتقعد مع الام، واثناء الحمل دكتوره النساء بتوديها، بتبدا تفهم الام وتتكلم معاها. والحقيقه انا بقوم بدور استشاري الرضاعه الطبيعيه كمان في العياده، لان انا بقعد اتكلم مع الام تاني وافهم واقول. بعض الامهات بتسكيب الموضوع يعني، فاحنا بنقوم بالدور ده.